أحسن خبر في الدنيا هو النهاردة نجاح تعويم السفينة الجانحة بالمجرى الملاحي لقناة السويس. مبروك لكل مصر، مبروك للشعب المصري، مبروك لكل العاملين بهيئة قناة السويس، الأبطال اللي بذلوا مجهود كبير جدا 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 علشان نشوف المنظر الجميل ده. والحمد لله الحياة رجعت تاني والمية بدأت اهو من ناحيتين، الحمد لله قناة السويس شغالة. مبروك لمصر، مبروك لشعب مصر، مبروك لكل الناس العاملين في قناة السويس، أبطال جنود يعني قاموا بمهمة وطنية كبيرة جدا جدا جدا. هم الأبطال الحقيقيين في المعركة اللي فعلا يعني أثبتوا قد إيه هم على قدر من المسؤولية وعلى قدر من حبهم لبلدهم ولقناتهم. قناة السويس هي الشريان الرئيسي وأهم شريان في العالم كله. تحيا مصر، تحيا مصر من هنا مليون مرة، تحيا مصر. منظر يفرح القلب، حاجة جميلة، حاجة عظيمة، حاجة تحسسك بقيمة القناة بجد. الحادثة دي عكست قد ايه أهمية قناة السويس للاقتصاد العالمي، مش بس مصر بل الاقتصاد العالم كله. ألف مبروك، ألف ألف مبروك لشعب مصر. الحمد لله، هم دول الأبطال، دول الأبطال اللي نجحوا في تعويم السفينة كل القاطرات. مصطفى محمود، عبد الحميد يوسف، بركة واحد البطل العظيم، من أكبر القطارات عندنا في أسطول هيئة قناة السويس، وكراكة أخرى عزت عادل. زي ما انتم شايفين سفيتزر بورسعيد 1 وفي برضو سفيتزر بورسعيد 2 برضو كانت مشاركة في أعمال التعويم. هم دول الأبطال الحقيقيين اللي فعلا وصلوا الليل بالنهار علشان نشوف المنظر الحلو ده. ألف مبروك، ألف ألف مبروك لمصر. تحيا مصر، فعلا منظر جميل، حاجة تفرح. قد ايه المكان دبت فيه الروح تاني، قد ايه الواحد. كنا هنا في زيارة اول امبارح، شفنا السفينة وهي جانحة في القناة بالعرض، منظر مؤسف ومؤلم، حاجة تحزن. لكن شايفين المنظر، شايفين القناة. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. ألف 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 مبروك لشعب مصر. طبعا زي ما سيادة الفريق قال، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قال إن بعد إن شاء الله ما تنجح القاطرات في تعويم السفينة الجانحة بالكيلو 151 بقناة السويس المجرى الرئيسي، إن شاء الله من المفترض إنه هيتم سحبها بمعرفة القاطرة، ثم تتوجه لمنطقة الانتظار بالبحيرات. وبعد كده ان شاء الله زي ما هو قال في تصريحاته ان حركة الملاحة هتبقى شغالة 24 ساعة في ال 24 ساعة علشان نقدر نعدي كل السفن اللي منتظرة في منطقة البحيرات، وهي المنطقة المخصصة لانتظار السفن. ألف مبروك لشعب مصر، ألف مبروك لهيئة قناة السويس، ألف مبروك لكل العاملين بهيئة قناة السويس. ربنا يحميكم، ربنا يحفظكم، واثبتتم قد ايه ان انتوا على قدر من المسؤوليه وقدر من الشجاعه والقوه والصبر والتحمل. حاجه جميله، حاجه تفرح القلب. كل الابطال دول، كل قاطرة من دول فيها أبطال ما يقلوش أبدا عن أبطالنا الجنود والمجندين في
اللي حاربوا اللي شاركوا في حروب كتيره، وابطالنا من القوات المسلحه، كل واحد جندي في معركته وفي مكانه، كل دول ابطال شاركوا في الحمد لله نجاح تعويم السفينه. وطبعا زي ما الفريق أسامة ربيع قال ان هي قناه السويس كانت بتعمل على توفير كل الاحتياجات اللوجستيه اللي كانت بتحتاجها السفن العالقه في قناه السويس والمتواجده بمنطقه البحيرات. تحيا مصر. المفروض ان احنا دلوقتي منتظرين ان شاء الله خلال دقايق السفينه هتتحرك ونقول لها سير يا نورماندي على بركه الله. الحمد لله ازمه وعدت. مبروك جدا جدا جدا، حاجه انا فرحانه جدا جدا وحبيت افرح كل الناس معانا. مبروك. واحنا الموقع الوحيد اللي موجود دلوقتي وبيبث لحضراتكم بس لايف، يعني علشان نوريكم لحظه بلحظه كل اللي بيتم. حاولنا على قد ما نقدر طول الازمه اللي فاتت ان احنا نوصل لكم الصوره على قد ما كنا بنقدر، وبنقدر نوصل لمعلومه عشان خاطر نوصل لحضراتكم المعلومه الصحيحه. واحنا دلوقتي اهو موجودين اول ناس علشان نقول لكم مبروك لشعب مصر. مبروك يا مصريين، الف الف مبروك. وللناس اللي كانت بتسأل هل السفينة دي عدت من قناة السويس قبل كده، السفينة دي عدت قبل كده وفي سفن أكبر منها كمان عدوا، لكن حادث مؤسف وحادث مؤلم. لسه التحقيقات مستمرة علشان نوصل هي قناة السويس تتوصل للسبب الرئيسي لجنوح السفينة. وزي ما قال الفريق أسامة ربيع ان السبب أو من ضمن الأسباب هو العوامل الجوية، ولكن ليس هو السبب الرئيسي في جنوح هذه السفينة.